البيت كان مفتوح للكل، والضحكة مش بتفارق الوشوش، والكل فاكر إن اللي بياكل معانا في طبق واحد هو سندنا. البنت اللي كانت لسه مخطوبة وفرحانة بدبلتها كان عندها صاحبة عمرها هبة، اللي كانت دايماً بتتمثل إنها خايفة على مصلحتها وبتقول لها: يا حبيبتي خطيبك براجل لقطة وأنا هقف جنبك لحد ما تبقي في بيته. هبة كانت بتدخل البيت في أي وقت ومأمنة لها على كل أسرارها. وفي يوم هبة جت تزور صاحبتها وكان معاها شنطة سودة كبيرة، وقالت لها: أنا جايبالك هدية بسيطة بس خليها مقفولة لحد ما خطيبك يجي ونتفرج عليها سوا. العروسة شكت في نظرات هبة الغريبة للشنطة، ولما هبة دخلت المطبخ تعمل قهوة العروسة فتحت السوستة بالراحة، والصدمة كانت بشعة. لقت في الشنطة صور مفبركة للعروسة مع شخص غريب، ومعاها ورقة مكتوبة بخط الإيد فيها كلام يسيء للعريس وأهله، وكأن العروسة هي اللي كاتباها. هبة كانت ناوية تنسى الشنطة دي في الصالة عشان العريس يفتحها بالصدفة ويشوف الصور والكلام ده ويطلق خطيبته في ساعتها. العروسة الدم جمت في عروقها، بس افتكرت إن أخوها الصغير كان بيلعب بلعبة بتسجل الصوت وسابها مفتوحة تحت الكنبة. جابت اللعبة وفتحت التسجيل وشافت الصدمة الأكبر. سمعت صوت هبة وهي بتكلم أخت العريس في التليفون وبتقول لها: أنا دلوقتي في بيت العروسة وهسيب لها المفاجأة اللي هتخلي أخوكي يرمي عليها اليمين النهاردة، والعروسة دي مش هتشوف يوم حلو بعد كده. العروسة ما كانتش ساكتة، استنت لما العريس وصل، وبدل ما تفتح الشنطة قالت له: يا حبيبي هبة جايبالك تسجيل تحب تسمعه بنفسك. وشغلت صوت هبة وهي بتخطط للفضيحة قدام الكل. هبة وشها بقى زي الكفن، والشنطة اتفتحت وطلع منها الصور والورق المزور قدام العريس. العريس عرف إن السم كان جاي من أقرب الناس لخطيبته، وهبة اتطردت من البيت بالجرسة. والعروسة عرفت إن الشنطة السوداء اللي كانت هتهد بيتها هي اللي كشفت لها مين الصاحب الحقيقي ومين اللي قلبه مليان سواد. ودي كانت حكاية من حكايات مايا اللي بتعرفنا إن اللي تدخل بيتك وتعرف أسرارك ممكن تكون هي اللي بتخيط لك الكفن بدم بارد، والحرص واجب حتى من الشنطة اللي بتدخل بيتك.